that can't be killed. إعلان رسمي جديد من الفيلم منتظر بريديتور بادلاندز، والإعلان بشكل عام بيوضح حاجات كتير عن قصة وشكل الفيلم، وكمان بيوضح إن في علاقة مباشرة بين عالم أفلام إليان وفيلم بريديتور الجديد، مش مجرد تلميحات أو إشارات، ده كله جزء من عالم الفيلم. وده كله أكيد هيوصلنا إننا نشوف مواجهة جديدة بشكل مختلف بين البريديتور ضد وحوش الزينومورف. وأهلا بيكم في شيف أفلام، وفيديو النهاردة هشرح وأحلل كل مشاهد إعلان فيلم بريديتور بادلاندز، وأقول لك وأفهمك على كل التفاصيل الخاصة بالفيلم. وقبل ما ابتدي اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. اول حاجه بنشوف في الاعلان الممثله إيلا فانينج في شخصيه الاندرويد سايا من شركه ويلاند يوتاني، الشركه المسؤوله عن اغلب مصايب فيلم الين لانهم السبب في انتشار وحوش الزينومورف. واخر مره شفنا اندرويد منهم كان في فيلم الين روميلوس في شخصيه اندي، وعينه كانت بتقلب بنفس الشكل اللي شايفين فيه سايا هنا. ومعنى ان عينيها مقلوبه وشعار الشركه على عينيها ده بيعني انها بتاخد اوامر او بيحصل ليها تحديثات، وغالبا هي هنا بيحصل عليها تحديث وصيانه عشان واضح من هيئتها انها اتبهدلت جامد، لكن ايه السبب مش واضح لسه. فزي ما انتم شايفين في خرابيش في كل حته على وشها، واثار الدم الابيض بتاع الاندرويد عليها، لان من افلام الين بنشوف ان كل الاندرويد ان ليهم زي دم على شكل ابيض. وسيا هنا بيحصل اعاده برمجه ليها زي ما مكتوب هنا ريبوت. بنشوف ان الكبسوله اللي هي فيها مكتوب عليها مظهر مع رقم سيريال، وده بيكون اسم الكمبيوتر المركزي اللي شفنا زيه من عالم افلام الين. وهنا مكتوب تحت بايو ويبن ديفيجن، يعني قسم الاسلحه البيولوجيه. يعني سيا غالبا مش اندرويد بتقوم بمهمات عاديه، دي عباره عن سلاح بيولوجي كمان. بعدين بنشوف مشهد لمركبه فضائيه خاصه بالبريداتور، وهي شكلها واضح اللي عليها بطلنا واللي بيخرج منها من الكوكب عشان يبتدي مهمته الاولى. والواقف ده الكبير بتاعهم المعروف بشكل شعره المختلف. بعدين بنشوف البريداتور واللي بالمناسبه هيكون اسمه ديك في احداث الفيلم، وهو هنا واقف بالسيف بتاعه، وبنسمع صوت سايا وهي بتقول له ده بقى اول صيد ليك. وبنشوفه بعدها وهو بيجهز اسلحته، واللي كنت اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات، وقلت لك شفنا القنابل دي وهي بترمي الشباك وتقتل اللي جواها. كمان شفناها حاليا في فيلم بريداتور كيلر اوف كيلرز وهي بتدمر طيارات، وده حاجه بتدل على مدى قوتها. وهنا الجديد انه معاه سلاح بيضرب السهام، ويمكن اشاره على فيلم بريداتور الجزء الاول لما كان ارنولد بيستخدم سلاح القوس. بعدين بنشوف مشهد سريع لشكل العالم اللي هو فيه، وساب بتكمل كلامها وتقول له انت جيت لاخطر كوكب. وبنشوف برق احمر في السماء والنباتات والشجر وهي بتهاجم البريداتور، وهو يحاول يدافع عن نفسه، وواضح انه اتجرح هنا عشان دم اخضر نازل منه. وبعدين وهو وسط معركته مع الطبيعه بنشوف كائن ضخم بيطير جاي عليه، بس المفاجئ ان سيا الاندرويد بتنط وتقفشه من رقبته وكمان بتخلص عليه. ده يدل انها اندرويد اي مقاتل، مش اندرويد كده عادي زي ما قلت في اول مشهد شفناه. وكمان بعد كده بتبص للكاميرا وهي مبتسمه فخوره باللي عملته. وشكلي كده من دلوقتي هحب شخصيه سيا في الدور، اللي واضح انه مختلف عن اي دور اندرويد شفناه قبل كده من عالم الين. بعدين بنشوف مشهد لجبال وفي حاجه واقفه في النص، وده اعتقد واحد من مشاهد عالم يودجا برايم موطن البريداتورز، لان كمان حاسه قريب في الشكل من اللي شفناه في فيلم كيلر اوف كيلرز. بعدين بنسمع سيا وهي بتقول له انت رايح ورا كائن لا يمكن قتله، ونشوف شكل الوحش الضخم الغريب ده، واللي حاسه هو موجود او اتعمل في مختبرات شركه ولد يوتاني. يعني ممكن يكون السبب في وجوده بسبب تجاربهم، لان الكلام في الاعلان ان ده كوكب خطير، وده لان الطبيعه كلها حيه مميته زي ما شفنا. فايه بقى اللي جاب شركه ولد يوتاني على كوكب زي ده، وايه اللي مخلي واحده زي سيا عليه؟ ده غير في مشاهد تانية بنشوف جنود تبع الشركه موجودين، ففي حاجه بتحصل هنا. وتوقعي تجارب، لانهم دايما بيدوروا على كل حاجه غريبه في الكون، زي ما حصل لما عرفوا بوجود الزينومورف بقوا عايزينه باي طريقه، حتى لو انهم اضطروا يستنسخوه بعد ما مات. ومشهد الجنود وهم حوالين البريداتور ممكن يكون عشان عايزينه، لان اي حاجه في سكتهم مش تقول لا. بعدين بنشوف مشهد لسيا، بس دي ممكن ما تكونش سيا لان شكلها متغير شويه وتعبير وشها مختلف عن اللي شفناه قبل كده، لان يقال في احداث الفيلم هيكون ليها نسخه تانية زي اخت توأم واسمها هيكون تسا. ممكن دي تكون تسا اللي واضح انها قاعده في مكان تبع ولندي وتاني وشايله سلاح رشاش ابيض، وكنا شفنا شبهه في فيلم الين روميلوس، وكمان هنشوفه كتير في مشاهد الاعلان. بعدين بنشوف المشهد اللي ابتدى فيه التعاون بين سيا والبريداتور، وهي بتقول له انها تقدر تساعده، وهو يشيلها يبص عليها من فوق لتحت عشان ما فيش اصلا تحت عندها، فغالبا بسبب حاجه صدفتها قطعت رجليها زي ما فروع الشجر هجمت البريداتور هنا. بعدين بنشوف مشهد للموتوسيكل الطاير، والاول كنت فاكرهم في الكوكب اللي هم فيه، بس كده وضحت الرؤيه ليا اكتر، لان ده غالبا كوكب يودجا عشان فيه 3 شموس وتماثيل عملاقه على مدخل البوابه. بعدين بنشوف البريداتور وهو شايل سيا على ظهره وماشي بيها، والمشهد ده غالبا قبل ما يقابله على طول الوحش الضخم اللي رايح يتحداه. وهنا عربيات واندرويد متدمرين. بعدين بنشوف مشهد عجبني بس سريع، وسيا بتنط على واحد من الجنود وهي بنص جسمها، يعني بقت خلاص في تيم البريتاتور، فواضح انهم بقوا اصحاب لدرجه انها مش تتبع اوامر ولانديو تاني.
بعدين بنشوف مشهد لسيا وهي جوه مركبة البريتاتور، وهي هنا رجليها سليمة وتبص على لوحة الجوايز اللي كنت شرحتها كويس قبل كده، والدرع اللي قدامها ده اللي كنت كلمتكم عليه في فيديو تحليلي لأول إعلان، وإن ده درع كائنات فضائية معروفة باسم الهارفستر من فيلم اندبندس داي أو يوم الاستقلال. وده زي نوع من الإستر إيج هنا، لأن كلهم في الأساس من إنتاج شركة سنشري فوكس اللي بقوا تابعين لديزني. بعدين بنشوف كرة مضيئة غريبة زي بتنفجر في وش البريداتور، لكن ايه دي مش واضح، بس دي مش تكنولوجيا خاصة بيه. بعدين بنشوف مشهد للكبير او الحاكم بتاع البريداتور وهو في فايت، وده الشخص اللي كنا شفنا ايده مقطوعة في الاعلان اللي فات بس ما كانش واضح، لكن ايه السبب في الفايت مش واضح لسه. بعدين بنشوف سايا وهي بتقول للبريداتور انت الضحية، ودي كلمة بتضايقه ويرد عليها ويقول لها انا مش ضحية لحد. ودي اول مرة رسميا بنسمع بريداتور بيتكلم في فيلم لايف اكشن، وكنا بس سمعناهم بيتكلموا قبل كده في فيلم الانيميشن كيلر اوف كيلرز. وده يقول لك خلاص البريداتور بيتكلموا وليهم لغه خاصه بيهم، لان في الافلام القديمه كلها ما كانوش بيتكلموا نهائي. بعدين بيشوف بطلنا بيكسر حاجه بالسيف، ومشهد تاني بيستخدم السلاح اللي كان مع جنوده وبيجري من حد، فمش عارف، مش متعود اشوف البريداتور يخاف ويجري مهما كان العدو. وبعده مشهد تاني وهو الظاهر بينقذ سيا من الاشجار اللي مكتفاها وكانت هتخلص عليها، وفي الاخر بنشوفه وهو ينط على الوحش الضخم. واخر مشهد في الاعلان بنشوف الجهاز الآلي اللي شفنا زيه في فيلم الين الجزء الثاني لما ريبلي كانت بتحارب ملكة الزينومورف، وهنا بيصدوا للوحش الضخم، بس مين بيتحكم فيه؟ اعتقد الاندرويد سايا. والاعلان بينتهي على كده، وعايز اقول لكم متحمس جدا للفيلم ومتفائل بالشغل اللي بيحصل، وعجبني طريقة الترابط بعالم الين وعالم البريتاتور. يمكن بس اللي مش عاجبني شكل البريتاتور، ودي حاجة علقت عليها قبل كده، بس اللي عجبني كمان من الاعلان ان الاسلحة اللي معاه محدودة، ودي حاجة هتصعب عليه الامور، بس هفتقد منها سلاحه الاهم وهو قدرته على التخفي اللي كانت بتخلص مشاهد اكشن كتير. وتوقعي بسبب اللي يحصل حوالين ويلاند يوتاني اننا هنشوف وحش الزينومورف، بس ممكن على النهايه او مشهد ما بعد النهايه، لان وجود شركه ويلاند يوتاني دايما ورا الزينومورف. وبس كده، ده هتكون نهايه شرحي وتحليلي لكل مشاهد اعلان فيلم بريدتور بادلاندس، واتمنى الفيديو يعجبكم، واستنى اعرف رايكم في التعليقات. وفي الاخر اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو لصفحات شيف افلام على التيك توك والانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.